سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه تاع نهار اليوم ضلمه سردين حريوره الله الله. بلا ما نطول عليكم جوزوا مع بعض المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير راح نحتاجوا بطبيعه الحال السردين كنت نقيته من قبل وحطيته هكا يقطر حتى يصفى معه. راح نحتاجوا شويه معدنوس، حبيبه طماطيش، ملعقه تاع اكل تاع طماطم مصفره، بصله صغيره وسنينات تاع ثوم، فنيجل تاع روز ومغرفه ولا مغرفه مستماكله تاع لا شابلور. بور لي زيبيس راح نحتاجوا شويه فلفل كحل، شويه ملح، شويه فلفل عكري وشويه كمون. ناخذ نيجره تاعي هنايا ونحتاجوا زيت بيان سور. ناخذ نيجره نسكرفج هذيك الحبيبه، درت حبيبه صغيره تاع بصل، ديروا حبيبه صغيره. انا درت ابوبخي رطيل تاع سردين. ديروا حبيبه صغيره تاع بصل، مع درت لها هنايا 3 سنينات ثوم، الباقي خليتهم نديرهم في الكويرات تاعنا. هذاك السنينات تاع الثوم، السردين يحب الثوم، كثروا الثوم. كان اللي ما يحبوش يديروا لها كامل البصل في المرقه، يديروا غير الثوم الداخل والثوم في الدرسه ثاني تجي مليحه. انا درت حبه صغيره تاع البصل مع شويه 3 سنينات ثوم. نزيد الزيت ونضيفوا لي زيبيس. بوغ لي زيبيس في المريقه نديروا شويه فلفل عكري، ديروا شويه فلفل الكحل، ونزيدوا الملح. واللي حابه تجي حريوره دير لها فلفل حار ولا فلفل دريس ولا اللي عندكم. ونقليو هذاك البصل هنا مازال ما درتش الملح. نقلي هذاك البصل والثوم عبتيفو على بالنا الثوم ينحرق تمتم، دونك بقاو غير تقلبوا فيه. نقلو كلش مع بعض ونجوزو لهداك السردين. هنايا كيما وريت لكم خليته يقطر، شوفوا نقيته نحيت له الراس، بقات لي نحيلو هذاك السرسور وهذاك الشوكلي من الداخل. راح نوريكم الطريقه. راح ناخذوا السرسور من الفوق او يبان لنا من الفوق ونجبدوه كامل طريقه سهله، يعني نجبدوه برك يجي في يدنا حتى نلحقوا هذيك الزعيبكه تاعو، نزيدو نحيوه. فوالا نفيريفيو ولا ما بقات لنا الشوكه من ولا من ونحوها كيما كتشوفوا. طريقه بزاف سهله. حنزيد معكم حبيبات واحد اخرين تشوفوا كيفاش. نشدو من الراس ونجيبو كامله حتى لتحت، هذاك السرسور حتى لتحت. فوالا نقطع من تحت. باش نيفيتيو واحد يبدل، نيفيتيو القليان دائما مقلي مقلي مقلي. واحد يبدل او جاي رمضان وصفه يعني توالمه من شهر رمضان، ما هي ثقيله بزاف وما ماشي مزيته بزاف، يعني الواحد يبدل شويه. انا شريت كيلو سردين، درتو قسمتو، درت شويه شطيطها وشويه ظلمه. ان شاء الله الفيديو الجاي راح ندير لكم ما فاصون كيفاش ندير شطيطها تاع السردين ان شاء الله. ما حبيتش ندير لكم فيديو واحد باش ما يجيش طويل، قسمت لا فيديو درت هذا ظلمه. من بعد راح ندير لكم شطيطها. وكنت درت لكم سردين مقليين من قبل بالدرسه الله الله. بعد ما تقلى لي هذاك البصل نضيفوا هذاك الطماطم المصفره، قلت لكم ملعقه تاع اكل تاع طماطيش، نقليوها هكاك. ونزيدو هذيك الحبيبه تاع طماطيش نسكرفجها ونضيفوها للبصل تاعنا. تقدروا تستغنوا عليها وديروا غير طماطم مصفره. انا حبيت نربيها باش تجي المرقه ملبيه شويه، تجي خير وخير. فوالا نزيد هنا في هاد ليطاب اللي درت الملح، كنت ما درتوش من الاول. ندير الملح، ما تملحوش بزاف باسكو مريقه برك. من بعد هذوك لي بولات راح نملحوهم باش ما تجيكمش مريقه مالحه. نملحو ونمرقو. ما تمرقوش بزاف كاع، مرقوا قسمه يتغطاو لكم، ديروا حساب يتغطاو لي بولات باسكو ما حاش يشدوا وقت كبير في الطياب. جوكو وجه ما يتغطوهم برك، نخليوهم يطيبوا يشربوا هذيك المريقه تعقد لنا وطفيو عليها. هنا السردين كنت كملت نقيته، ديت لا كونتيتي اللي نحتاجها، ضفت عليه هذاك فنيجل تاع الروز،
زدت لا شابلور كيما قلت لكم مغرفه ونص هكذاك تاع لا شابلور، تقدروا تستغناو عليها. زدت لي زيبيس لي ميم لي درتهم في الدرسه، اباغ الحار. وهنايا الكمون درت شويه كمون، كنت ما درتوش في لاصوص، نديرو شويه في لي بولات. فوالا ونسكرفت هذوك السنينات تاع الثوم اللي كنت خليتهم. بعد نص ما درتوش كامل، اللي بقى لي نشبح به من بعد كي نسقيت درتوه من الفوق هكذاك خضر ريحته تجي شابه. فوالا وسكرفت هذوك السنينات تاع الثوم ونعجنهم كامل بيدي، نحاول نوسيهم كامل بيدي حتى يتجانسوا كامل المكونات مع بعض. وهذاك السردين يولي اون بات نديرهم كويرات ونضيفهم للاصوص تاعنا، نغطي عليهم ما راحش يشدوا وقت كبير في الطياب، تمتم يطيبوا، نغطيهم ونقدمهم مع عصرة قارص وشويه معدنوس من الفوق ينتكلوهم مسخونين. وكل وحده وطريقتها في التقديم، وكل وحده وطريقتها كيفاش دير الظلمه تاعها. نتمنى تجربوا طريقتي وتعجبكم. لا عجبتكم ما تنسوش تخلوا لي تعليقات واللايكات، واللي ماشي مشتركين نقول لكم اشتركوا وفعلوا زر التنبيهات باش يلحقكم غير جديد ان شاء الله. فوالا ندير الكويرات تاعي، نكمل كامل الكميه اللي عندي ونديرهم في هذيك العصوص اللي كنت طيبتها. جات حريوره واش نقول لكم. هنا ستفت كامل الكويرات، رطيل يعني كومون دار لي خير وبركه. درت كامل الكويرات كما كنت تشوفوا ونخليهم يطيبوا. ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في وصفات واحده اخرين، تاكلوهم بالصحه والراحه، في امان الله.